ضابط شاب حب بنت مجرمة، فاضطر انه يخون كل اصدقائه عشان يحميها من الخطر، لكنه اكتشف سر رهيب دمر حياته بالكامل. وبدون كلام كتير يلا نبدأ. الحكاية بتبدأ في مركز شرطة مدينة فينج الصينية. الضابط جين وصديقه ليو كانوا بيتكلموا عن عصابة خطيرة اسمها عصابة الخنجر الطائر، وبدأوا يشكوا ان ممكن يكون في جواسيس تابعين للعصابة موجودين بالمدينة. وهنا الضابط جين جات له فكرة ذكية واتنكر على شكل شاب غني مستهتر، وراح لنادي ليلي عشان يعرف اذا كان في شخص مشبوه ظهر بالفترة الأخيرة ولا لا. لكنه عرف من صاحبة النادي ان في راقصة جديدة اسمها ماي، بس الغريبة ان ماي كانت بنت كفيفة، ولما جين سألها عن ماضيها ما رضيتش تجاوبه، فبدأ يشك انها ممكن تكون من عصابة الخنجر الطائر ومتنكرة على شكل راقصة. للأسف مع الوقت جين نسي مهمته الأساسية وبدأ يشرب نبيذ لحد ما سكر وحاول يتعدى على ماي. وهنا الضابط ليو ظهر وحس بالغضب لان جين جلب العار لضباط الشرطة وامر بحبسه. اما صاحبة النادي فضلت تترجاه عشان يسيب ماي في حالها لانها بنت كفيفة ومسكينة. الضابط ليو وافق انه يطلق سراح ماي بس بشرط انها تعدي الاختبار الخاص بيه. ليو وضع طبول كتيرة في كل حتة ورمى حبة فاصوليا على واحدة من الطبول، لكن ماي استخدمت حاسة السمع القوية الخاصة بيها وضربت نفس المكان اللي حبة الفاصوليا لمسته باستخدام وشحة. ومهما ليو قذف حبات الفاصوليا في اتجاهات مختلفة وبسرعات رهيبة، ماي كانت بتضرب نفس الاماكن بدقة عالية لدرجة انها ابهرت الضابط ليو وما كانش مصدق عينيه، فرمى طبق الحبات بالكامل عشان يخسرها التحدي، لكنها استمرت في خبط الطبول بدقة. وفي وسط العرض ماي اخدت سيف الضابط ليو عن طريق وشحة وحاولت تقطع راسه، بس من حسن الحظ ليو ماهر بالفنون القتالية وقدر انه يتفاداها على اخر لحظة. وهنا بنعرف ان ماي واحدة من افراد عصابة الخنجر الطائر، وهدفها من البداية كان انها تقتل الضابط ليو، عشان كده اتنكرت على شكل راقصة ضعيفة. ومع ان ماي كفيفة وما بتقدرش تشوف الا انها محترفة بالكونج فو وتعرف اساليب قتال سرية ملهاش حل، فليو اضطر انه يستخدم ذكائه وبدأ يسبب اصوات عالية بالمكان من اجل تشتيت تركيزها، وقدر انه يغلبها بصعوبة. بعد المعركة ليو اجتمع مع صديقه جين واخدوا ماي رهينة، ده غير انهم سألوها عن معلومات بخصوص عصابة الخنجر الطائر لكنها رفضت تجاوب. فليو اتعصب وقال انه هيوضعها بآلة تعذيب هتكسر عظمها لو ما اعترفتش، واعطاها يوم كامل عشان تاخد قرارها. جين قال لليو ان ماي ممكن تكون بنت زعيم عصابة الخنجر الطائر لانه سمع ان بنته كفيفة، فليو عرف انه هيبدأ في تعذيبها بعد يوم واحد لو ما اعترفتش بكل اسرارها. في الوقت ده ماي كانت موجودة بالسجن، ولما الجنود بدأوا يحرسوها فجأة مقاتل ملثم ظهر بدون سابق انذار وغفلهم كلهم، ده غير انه اخرج ماي في ثواني وبدأ يهرب معاها وسط الغابة. طبعا ماي اتعجبت وسألت المقاتل الملثم عن هويته، فكشف قناعه واظهر انه الضابط جين. جين اخرج ماي من الحبس لانه حبها من النظرة الاولى، عشان كده خان اصدقائه الضباط من اجلها. ولان ماي كفيفة معرفتش انه ضابط وافتكرت انه واحد من الثوار. لما الاتنين كانوا بيهربوا ماي قالت انها وقعت الخناجر الخاصة بيها، فجين اخد السيف وانطلق عشان يبحث عنهم. للاسف اول ما جين بعد عن ماي الجنود ظهروا على احصنتهم وهاجموها باستخدام الرماح، ومع ان ماي كفيفة وما كانش معاها اي اسلحة غير غطاء السيف الا انها استخدمت حاسة السمع الخاصة بيها وغفلت مجموعة كبيرة من الحراس، لكن بدون فايدة لانهم حصروها من كل اتجاه وسط النهر. وهنا جين لمحها من بعيد وضرب 4 سهام بسرعة البرق قتلوا الجنود في ثواني وانقذها على اخر لحظة. وبكده جين خان البوليس وضحى بكل حاجة من اجل حبه لماي. بس الغريبة ان الجنود اللي جين ضربهم بالسهام كانوا لسه عايشين وفاقوا من جديد. في الوقت ده ماي وجين استخبوا بمكان سري وسط الغابة، وجين سأل ماي مين اللي ارسلها لقتل الضابط ليو، فماي قالت انها رجعت للانتقام لان ليو قتل والدها قائد عصابة الخنجر الطائر، ده غير انها عرفت جين ان مقر العصابة موجود بالشمال ولازم ينطلقوا باقصى سرعتهم. فجين اعطاها ملابس جديدة بدل ملابس المساجين وساعدها تتنكر عشان مفيش اي حد يعرفها. بعد فترة قصيرة اول ما ماي نامت جين فاق من جديد واتسلل بهدوء لوسط الغابة عشان يقابل الضابط ليو. وهنا بنعرف ان ده فخ الاتنين عاملينه من اجل خداع ماي وكسب ثقتها، عشان كده الجنود اللي اتضربوا بالسهام كانوا لسه عايشين. لكن ليو طلب من جين يركز على المهمة وما يحبش ماي بجد لانها جميلة، فجين قال له ما تقلقش كل حاجة تحت السيطرة. تاني يوم جين وماي انطلقوا
انطلقوا لمخبأ عصابة الخناجر الطائرة، ولما كانوا في الطريق دخلوا وسط حقل واسع من الزهور، فمي طلبت من جين يقطف ليها اجمل الازهار بالمكان، وهنا جين ركب على حصانه ولف الحقل بالكامل عشان ينفذ طلبات مي لانه عايز يكسب ثقتها، وبكده هيقدر يكشف كل اسرارها ويوصل لعصابة الخناجر الطائرة. بس فجأة 2 من الجنود ظهروا بدون سابق انذار، ولما جين حاول يبعدهم وقال انه ضابط في مهمة سرية، الجنود ما صدقهوش وبدأوا بالهجوم عليه. للأسف جين اضطر انه يهاجم غصبا عنه عشان ما يكشفش خطته. حتى مي اظهرت مهاراتها الاسطورية بقصف الخناجر وخلصت على الاتنين الجنود، بس بدون فايدة لان في جيش كامل منهم حصروهم من كل اتجاه، ومهما جين حارب فيهم باستخدام الاسهم الا انهم رجعوا من جديد باعداد اكبر واتلموا عليه هو ومي. لكن فجأة في خناجر خشبية ظهرت من وسط الغابة قتلت مجموعة من الجنود، فكاي وجين استغلوا الفرصة وهزموهم بالقتال. في البداية جين افتكر الاسهم الخشبية تابعة لشخص في عصابة الخناجر الطائرة، لكن مي قالت ان مفيش حد في العصابة بيستخدم الاسهم دي، والاتنين احتاروا لانهم مش عارفين مين اللي انقذ حياتهم. بعد المعركة مي ثقتها زادت في جين، ولما كانت بتكلمه جين فضل ساكت لانه حاسس بالحزن على كل الضباط اللي ماتوا بسببه. بعد فترة قصيرة جين اتسلل بدون ما مي تاخد بالها وراح عشان يقابل ليو وسأله عن الضباط اللي هاجموه، فليو قال ان الجنرال هو اللي امرهم بالهجوم وانه ملهوش اي تحكم في اللي بيحصل، ده غير انه حذره ان في جنود تانيين ممكن يقابلوه في الطريق. طبعا جين اتعصب بشدة وقال لليو انه مش هيقاتل اي حد تاني. بعد كده اخد نفسه ورجع لمي من جديد. مي سألت جين هو راح فين لكنه كان غضبان ورفض يرد عليها، فمي شكرته على انقاذه ليها وقالت انها هتتمشى وسط الغابة على حصانها لحد ما توصل لمخبأ عصابة الخناجر الطائرة، وانطلقت في الطريق بدون خوف. مع ان جين اتخانق مع مي الا انه خاف عليها لانها موجودة لوحدها وسط الغابة وهي مجرد بنت كفيفة، وحاول يتتبعها لساعات وسط الغابة عشان يتأكد انها بخير، لكنه ما كانش يعرف ان في جنود تابعين للجنرال منتشرين بالمكان كله. في الوقت ده مي كانت بتستريح من السفر، بس فجأة مجموعة جنود بدأوا يهاجموها من اعلى اشجار البامبو، وهنا بنعرف ان ده كمين من الجنرال واتباعه عشان يخلصوا على مي تماما. في البداية مي قتلت بشجاعة ملهاش مثيل، ومع انها كانت بتحارب عشرات الجنود المحترفين باستخدام الاسلحة الا انها تفادت ضرباتهم بمهارة، بس للاسف مع الوقت الجنود سيطروا عليها وقربوا يقتلوها، وهنا جين ظهر وانقذها على اخر لحظة. جين كان ممكن ينهي المهمة ويسيب مي تموت لوحدها، لكنه رجع لانقاذها لانه بيحبها، والاتنين اتحدوا مع بعض لمقاومة الجنود. في النهاية اتباع الجنرال استمروا بالظهور من كل حتة وهاجموا جين ومي بالرماح بدون توقف لحد ما احاطوهم باغصان البامبو وثبتوهم في مكانهم، لدرجة ان جين ومي استسلموا وعرفوا ان نهايتهم قربت. بس فجأة كمية خناجر رهيبة دمرت كل الجنود في ثواني، وهنا بنقابل نيا واحدة من زعماء عصابة الخناجر الطائرة، ده غير انها انقذت جين ومي من اشجار البامبو واستضافتهم بمقر العصابة. وهنا نيا شكرت جين على انقاذه لمي وطلبت منه يتجوزها لانه شجاع ويقدر يحميها. طبعا جين انصدم وما كانش عارف يجاوب ازاي لانه جاسوس ومش من الثوار، لكنه وافق في النهاية بسبب حبه لمي، فنيا غفلته والقت عليه بشبكة ثبتته بمكانه. بعد ما جين اتمسك اتفاجئ ان صديقه ليو هو كمان اتقبض عليه لان نيا تعرف مخططاتهم من البداية، ده غير ان مي ظهرت وكانت بتتحرك زي الاشخاص الطبيعيين واظهرت انها مش كفيفة وبتقدر تشوف بشكل عادي. طبعا جين وليو اتجننوا وما كانوش مصدقين نفسهم لانهم وقعوا بالفخ زي الاغبياء، وهنا نيا اخدت ليو وسط الغابة عشان تعدمه. واول ما الاتنين بقوا لوحدهم بنعرف ان ليو جاسوس لعصابة الخناجر الطائرة واتزرع وسط البوليس من 3 سنين عشان يعرف كل اسرارهم. في البداية ليو قال لنيا على المعلومات اللي يعرفها وطلب يقابل مي لانه كان عايز يتجوزها قبل ما يتخفى وسط البوليس. اول ما مي شافت ليو كان مغمى عينيه واختبرت قدراته في استخدام الخناجر، فليو اظهر انه ماهر زي زمان وقال انها وحشته بشدة، لكنه لاحظ حاجة غريبة وعرف ان مي حبت جين فتعصب بشدة وقال انها كانت في مهمة وما ينفعش تحبه لانه من الضباط، ده غير انه حاول يتعدى عليها. وهنا نيا وقائدة عصابة الخناجر الطائرة عاقبوا ليو وامروه يرجع للضباط ويكمل في مهمته. اما مي الزعيمة امرتها تقتل جين تماما لانه ما ينفعش تحب ضابط من البوليس. بالفعل مي غمت عيون جين وجرته وسط الغابة لساعات طويلة لحد ما الاتنين وصلوا حقل واسع
جدا. وهنا مي وقعت جن على ركبته وجهزت عشان تخلص عليه، لكنها ما قدرتش تقتله وحررت قيوده لانها بتحبه. بعد كده طلبت منه ينطلق بطريقه وهي هتكذب على قائدة العصابة وتقول انه هرب منها. في البداية جن مرضيش يمشي وطلب من مي تيجي معاه، وهما الاتنين هيبعدوا عن الضباط وعصابة الخناجر الطائرة ويعيشوا مع بعض في امان. لكن مي رفضت طلبه، فجن حس بالحزن وانطلق على حصانه بسرعة البرق، وبعد دقايق وقف بمكانه لانه حاسس ان مي هترجع ليه. بالفعل مي ما قدرتش تبعد عن جن، ومع انها هتخون عصابة الخناجر الطائرة اللي ربوها من صغرها، الا انها اخدت الحصان الخاص بيها وانطلقت عشان تقابل جن. وهي في الطريق اتفاجئت بخنجر طائر، ولما حاولت توقفه ما قدرتش لان كان في خنجر اضافي معاه. للاسف مي اتصابت بشدة، وهنا بنعرف ان ليو هو اللي هاجمها لانه كان بيحبها قبل ما يتخفى وسط الضباط من 3 سنين، وحاسس بالغيرة الشديدة من جن بسبب حب مي ليه. طبعا ليو ندم على افعاله لانه اصاب مي بشدة وفضل يبكي عليها بحرقة. اما جن حس ان في حاجة غريبة بتحصل لانه كان متوقع ان مي هتتبعه، فانطلق على حصانه باقصى سرعة. واول ما رجع للحقول اتفاجئ ان مي وقع في الارض وراح عشان يطمن عليها، لكن فجأة ليو حاول يغفله وهاجمه بشراسة. في البداية جن اتصدم لانه فاكر ان ليو ظابط زيه، لكن ليو كشف انه جاسوس من عصابة الخناجر الطائرة، وقال انه كان بيحب مي من 3 سنين، وان جن هو السبب في اصابتها لانه خلاها تخون العصابة. طبعا جن فقد اعصابه لما عرف ان ليو هو اللي اصاب مي وهجم عليه بشراسة. في البداية الاتنين كانوا متعادلين ونزلوا طحن في بعض، لان كل واحد فيهم حمل ذنب اصابة مي على التاني، ولانهم كانوا بيحبوها بشدة. ده غير ان المعركة ما بينهم استمرت لساعات طويلة لحد ما في عاصفة جليدية ظهرت وغطت الحقل بالكامل، لكنهم استمروا بالقتال، ومن كتر الجروح في جسمهم التلج الابيض اتحول للون الاحمر من كتر الدم، وما بقوش قادرين يقاتلوا. بعد ما جن وليو تعبوا من القتال، ليو اخرج واحد من الخناجر الخاصة بيه وكان عايز ينهي حياة جن، بس فجأة مي استجمعت اخر قوتها ووقفت من جديد وقالت ليهم يوقفوا قتال بسببها. ده غير انها قذفت واحد من خناجرها عشان تنقذ جن من ليو قبل ما يتصاب. ولما جن شاف اللي بيحصل حاول يداوي جروحها لكن بدون فايدة، ومي ماتت في صمت. حتى ليو حس بحزن شديد اول ما ادرك انه قتل البنت اللي بيحبها بسبب غضبه وما بقاش قادر يقاتل. بعد كده رمى اسلحته على الارض ومشي بدون سبب زي المجنون. اما جن فضل مع مي لحد اخر لحظة واستمر في البكاء عليها بحرقة وسط العاصفة الجليدية. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.